السلام عليكم متابعيني الكرام، أهلا وسهلا بيكم. معاكم سمر. النهاردة إن شاء الله عنوان الفيديو بتاعنا هنتكلم عن فوائد الحلبة. كان زمان في عالم إنجليزي اسمه كليبر قال عن الحلبة: لو وضعت جميع الأدوية في كفة ووضعت الحلبة في الكفة الأخرى لرجحت كفة الحلبة. كمان قيل عن الحلبة في الطب العربي القديم: لو علم الناس منافعها لاشتروا بوزنها ذهبا. فلو عايز تعرف أهم 10 فوائد طبية للحلبة وكمان أهم 5 أضرار للحلبة، يلا تابعوني في الفيديو بتاعنا النهاردة. بس قبل ما نبتدي ما تنسوش اللايك وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. عنوان حلقتنا النهاردة هيكون منقسم لأربع أقسام. أولا هنتكلم عن محتويات الحلبة، ثانيا هنتكلم عن أهم فوائد الحلبة، ثالثا هنتكلم عن أضرار الحلبة، رابعا هنتكلم عن الأدوية التي تتعارض مع الحلبة. أولا يلا بينا نروح لمحتويات الحلبة. الحلبة 9% من محتواها مية، كمان 150 منها جرام كربوهيدرات، منهم 25 جرام ألياف. كمان الحلبة بتحتوي على فيتامين ب بجميع أشكاله المتعددة. فيتامين ب اللي موجود في الحلبة يا جماعة فيها فيتامين ب 1 وب 2 وب 3 وب 6 وب 9. كمان فيها فيتامين سي اللي اتكلمنا في فيديوهات سابقة قبل كده، قلنا فيتامين سي مهم جدا لتقوية الجهاز المناعي في الجسم. كمان الحلبة غنية جدا بالبوتاسيوم، كمان فيها حديد ومغنيسيوم. فيها كمان حاجة اسمها مركبات هلامية، دي يا جماعة مفيدة جدا في تهدئة السعال والكحة. كمان الحلبة فيها مادة اسمها الكولين. فالحلبة معروفة من زمان جدا من أيام الفراعنة، وده لأن العلماء وجدوا إن اسم الحلبة موجود في أحد برديات الفراعنة. تمام؟ طب يلا بينا نروح لفوائد الحلبة الطبية. رقم 1: الحلبة مفيدة جدا لمريض السكري، وده لأن الحلبة بتعمل على تخفيض مستوى السكر الصايم وكمان الفاطر في الجسم. وده كمان لأن هي بتزيد من إفراز هرمون الأنسولين، وكمان بتبطئ من عملية هضم وامتصاص الكربوهيدرات والسكريات. وده لأن الحلبة بتحتوي على كمية عالية من الألياف. زي ما قلنا في أول الفيديو إن الحلبة عبارة عن 25% منها ألياف. تاني فايدة للحلبة معانا النهاردة: تخفيف آلام الطمس أو العادة الشهرية. فأي بنت أو سيدة بتشتكي من آلام العادة الشهرية ينصحها بشرب الحلبة 3 مرات يوميا، وده في أول 3 أيام من العادة الشهرية. إلى جانب تخفيف ألم العادة، كمان الحلبة هتعمل على تقليل الغثيان والقيء والصداع اللي بيكونوا دايما مصاحبين لآلام العادة الشهرية. تالت فايدة للحلبة معانا النهاردة: الحلبة تساعد على إنقاص الوزن. فالحلبة غنية جدا بالألياف اللي بتساهم في تقليل الشهية وبتزيد من الشعور بالشبع. طيب في ملحوظة هقولكوا عليها: جربوا كده قبل الأكل بنص ساعة تاخدوا كوب من الحلبة وشوفوا هل فعلا إن هو هيخلي الواحد مثلا ما ياكلش كتير ويدي إحساس شوية بالشبع. ناس كتير جربت وبتقول الدنيا تمام. جربوا كده وشوفوا. تمام. رابع فايدة معانا النهاردة: الحلبة بتساعد على تخفيف السعال، وده علشان المركبات الهلامية اللي أنا اتكلمت عليها في أول الفيديو. كمان قلت إنها موجود فيها المركبات الهلامية اللي بتعمل على ذوبان البلغم والمخاط. خامس فايدة معانا النهاردة: زيادة إفراز لبن الأم. علشان كده لازم الأم الحامل بعد الولادة تشرب الحلبة يوميا لمدة أسبوعين، ده هيساعد على زيادة إفراز الحليب. كمان هنا بقى في حاجة مهمة: إن شركات الأدوية حاليا عملت مكملات غذائية بتحتوي على الحلبة، وده لإضرار لبن الأم بعد الولادة. سادس فايدة للحلبة معانا النهاردة: تحسين الخصوبة لدى الرجال. فالحلبة بتعمل على تحسين هرمون الذكورة اللي هو التستوستيرون، وبتساعد على زيادة عدد الحيوانات المنوية، ده غير إنها بتساعد في علاج ضعف الانتصاب عند بعض الرجال. سابع فايدة معانا النهاردة: الحلبة بتساعد على تقليل الكوليسترول الضار في الجسم. تامن فايدة معانا النهاردة: الحلبة بتساعد على تقليل ضغط الدم المرتفع، وده لأنها بتحتوي على عنصر البوتاسيوم وعلى بعض مضادات الأكسدة. كمان الحلبة بتعمل على تقليل خطر الإصابة بالأمراض القلبية. تاسع فايدة معانا النهاردة: إن الحلبة بتساعد في علاج الإمساك، وده يا جماعة لأن الحلبة بتحتوي على كمية عالية من الألياف.
عاشر فايدة والأخيرة معانا النهاردة، الحلبة بتعمل على تقليل خطر الإصابة بالسرطانات، وبالأخص سرطان الثدي والبنكرياس والبروستاتا. لكن الدراسات اللي معمولة على كده محتاجة شوية دلائل علمية، لأن هي بتعتبر دراسات أولية. تعالوا بقى نروح دلوقتي لأضرار الحلبة. بشكل عام كده الحلبة طعام آمن، ملهاش أبدا ضرر إلا في حالة الإفراط. لو أفرطنا في تناولها قد ينتج عنها بعض الأضرار. زي إيه؟ زي رقم 1 الإسهال، رقم 2 ممكن تسبب غازات وانتفاخات واضطرابات في المعدة، رقم 3 الحلبة أصلا بتغير رائحة البول والجسم لبعض الناس. رابع ضرر معانا النهاردة، الحوامل ممنوع يشربوا حلبة نهائي بكميات كثيرة، لأن الحلبة بتزود من انقباضات الرحم. خامس ضرر معانا النهاردة، مرضى السكري لازم يتابعوا قياس السكر باستمرار، وده في حالة تناول الأنسولين عشان ما يحصلش هبوط في السكر أثناء تناول الحلبة. هنا بقى هنروح لحاجة مهمة جدا، إن الحلبة بتتعارض مع بعض أدوية سيولة الدم، وكمان مع بعض أدوية الجلطات. كمان بتتعارض الحلبة مع بعض أدوية السكر زي ما قلنا. تمام، بكده تقريبا أكون لميت لكم معظم فوايد ومعلومات مهمة جدا عن الحلبة. بس تعالوا نقول ملخص مع بعض كده لحلقتنا النهاردة. لو عايزين نتكلم عن فوايد الحلبة هنقول الحلبة مفيدة في تقليل السكر الصايم والفاطر، كمان مفيدة في تخفيف آلام العادة الشهرية. الحلبة تساعد على إنقاص الوزن وتساعد على تخفيف السعال. أيضا الحلبة تزيد من إفراز اللبن. كمان الحلبة تساعد على الخصوبة لدى الرجال، وتساعد على تقليل الكوليسترول الضار في الجسم. الحلبة تساعد على تقليل ضغط الدم المرتفع. الحلبة تساعد على علاج الإمساك. الحلبة بتحمي من بعض أنواع السرطانات. أما عن أضرارها اتكلمنا وقلنا لو أفرطنا في تناولها هيحصل إسهال، غازات وانتفاخات، تغيير في رائحة البول والجسم. كمان قلنا إن الحلبة من أضرارها إنها مش مفضلة أبدا للحامل، وده لأنها بتعمل انقباضات في الرحم. ولازم كمان مريض السكر يتابع قراءة السكر باستمرار. بكده أكون تقريبا لميت لكم يا جماعة كل حاجة خاصة بالحلبة في الفيديو بتاعنا النهاردة. قد إيه سبحان الله فوائدها عظيمة جدا جدا جدا. اللي ما بيفكرش إن هو يشربها يعني بجد فايته كتير. لازم نتعلم يا جماعة ونتعود كل يوم يوميا على الأقل كوباية من الحلبة. وإن شاء الله بتمنى تكونوا استفدتوا معايا من الفيديو بتاعنا النهاردة ويكون عجبكم، وإن شاء الله انتظروني في فيديوهات جاية كتير بإذن الله. كنت معاكم سمر عبد الحميد من قناة منوعات ووصفات مع أم تسنيم، واستنوني في فيديوهات جديدة. دمتم في رعاية الله وأمنه. ما تنسوش اللي ما عملش اللايك، وكمان اللي ما فعلش الجرس وأول مرة بيتفرج عليا يفعله، علشان إن شاء الله يوصل لكم مني كل جديد. مع السلامة.